أحيانا تحدث حوادث فرادية، أي أنها لا تخضع لتنظيم واحد، ولكنها تخضع لاجتهادات شخصية أو لاجتهادات شخصية متعددة متنوعة، مصدرها متعدد لكن روحها واحدة. على سبيل المثال، فإن التفجير الذي حدث في محولات مدينة الإنتاج الإعلامي، أيما كان سبب هذا التفجير، سواء كان ذاتيا أو من الصيانة أو من قوى مناوئة داخل النظام أو من النظام نفسه أو من قوى معارضة أو على سبيل الصقر أو على سبيل المصادفة، أيما كان هذا السبب، فإن الحقيقة إن هذا التفجير ألقى الرعب في نفوس وقلوب وعقول إعلامي الانقلاب، ولذلك صرع هؤلاء جميعا للقول بأنه لا بد للنظام أن يحميهم، فقد تكفلوا هم بحماية أنفسهم. وتتراوح التقديرات التي يظهرها أو يثبتها أو يرويها الانقلابي الأول بين الإعلاميين بأن تكلفة حراسة وتأمين حياة بعض هؤلاء النجوم تتجاوز 5 ملايين في الشهر الواحد، لأنها حماية متصلة على مدى 24 ساعة للبيت ولموقع الإرسال وللطريق ما بين البيت وموقع الإرسال. لكن إذا حدث التفجير في موقع الإرسال نفسه، هنا جأر هؤلاء بالشكوى للانقلاب ولإدارة الانقلاب وللشؤون المسؤولة عن الانقلاب، وطالبوا بمزيد من الاهتمام بسلامتهم الشخصية. ومن باب الاحتياط فإن هؤلاء فضلوا أن يؤدوا دور الانتقاد للانقلاب بحماس أكبر، ليظهروا وكأنهم بدأوا ينفضون أيديهم من الانقلاب، ليظهروا وكأنهم يلعبون على الحبلين، بينما هم يلعبون على حبل واحد وليس لهم إلا هذا الحبل، حبل الانقلاب. لكنهم الآن يلعبون على الحبل وأعينهم تنظر إلى الجماهير لتقول للجماهير: نحن أيضا ننتقد، نحن أيضا لا يعجبنا الحال، نحن أيضا نتمنى أن ينعدل الحال المائل، نحن نتمنى أن ينعدل الانقلاب. وهذا نوع من أنواع الخداع الإعلامي الذي قد ينطلي على البعض ويظن أن للثعلب دينا، لأنه ارتدى ثياب الواعظين.